السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعرف الناس بعضهم بعضا يوم القيامة؟ هنعرف بعض يوم القيامة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعرف بعضنا بعضا يوم القيامة. نعرف كل أصحابنا وأحبابنا وقرايبنا والآباء والأمهات والأصدقاء، نعرف بعض فعلا يوم القيامة. قال جل وعلا: ويوم يحشرهم، يعني يوم القيامة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. والمعنى ان هم يتعارفون بينهم يوم يحشرون كأنهم لم يتفارقوا أبدا لقصر مدة الفراق، كأن هم يعني يدوب سايبين بعض كده من ساعة ولسه راجعين. تمام، إذا بنتعارف وبيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة. وقال جل وعلا: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته عن زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. يعني إيه يبصرونهم؟ يعني يرونهم، وما فيش حد يوم القيامة إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس، يعرف كل اللي حواليه بفضل الله سبحانه وتعالى. فيبصر الرجل وينظر ويرى أباه ويرى أمه ويرى أخاه ويرى قرابته وعشيرته، ولا يسأل أحدا ولا يكلم أحدا، لأن كل واحد فيهم مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حدش فاضل التاني بالمرة عياذا بالله. فيأتي يعني كل إنسان يعرف كل من كان يعرفه في الدنيا، حتى إن الإنسان المجرم عافانا الله وإياكم بيتمنى في اليوم ده إنه هو يفدي نفسه من عذاب النار يوم القيامة. يفدي نفسه بإيه؟ بأولاده وزوجته وأخيه، بل وقبيلته وعشيرته، بل يتمنى أن يفدي نفسه بأهل الأرض جميعا. سبحان الله، ما هو ربنا قال كده: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. دي أول صفقة، خد ولادي يا ربي وحطهم في النار وأنا أنجو. تخيلوا الأب يعمل كده يوم القيامة. طب خد زوجتي، طب خد أخويا، طب خد قبيلتي كلها، طب خد كل أهل الأرض ودخلهم النار عشان أنجو أنا. سبحان الله. فإذا بالرد: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، إلى آخر الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما قول المولى عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المقصود هنا مش ان الناس مش هتعرف بعضها، لا، الكل هيعرف اللي حواليه، لكن المقصود هنا انه لا ينفعنا نسب يوم القيامة ولا قرابة ابدا، لا ينفعنا الا العمل الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي يبطأ به عمله الصالح وما يكونش سبب نجاته يوم القيامة، مع ان احنا اصلا لن ندخل الجنة الا برحمة الله، كما جاء في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. لكن لما نعمل اعمال صالحة دي بتكون سبب يدخلوا الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. لكن دخول الجنة الأصل فيه أنه لن يكون إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. وبعدين الأعمال اللي عملناها ما هي أصلا برحمة الله. ومن الذي وفقنا للإسلام؟ هو الله. ومن الذي وفقنا للعمل الصالح؟ هو الله. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. طب لما عملنا العمل الصالح، من الذي تقبل منا ذلك العمل؟ ومن الذي أجزل لنا المثوبة والجزاء؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لن ندخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ومن بطأ به عمله، يعني بطأ به عن دخول الجنة وعن الفوز برحمة الله، لم يسرع به نسبه. ولذلك كما جاء في البخاري ومسلم، لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. يعني فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مش هينفع النسب. فالنبي وقف على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، اللي هو على قبائل قريش كلها:
يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني هاشم. فلما اجتمعوا قال كلمة واحدة، قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقال: يا فاطمة، شوف اللفظ واضح، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وده حجة بقى على اللي بيقول لك ده أنا نسبي بينتهي إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، سيد شباب أهل الجنة. فإذا كان بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي هو سيد ولد آدم وأفضل الخلق، ومع ذلك بيقول لبنته اللي هي أحب الناس إلى قلبه، بيقول لها: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فيبقى لما يكون واحد نسبه بينتهي إلى فلان أو إلى فلان أو إلى فلان، فالكل يوم القيامة لن ينفعه إلا عمله الصالح، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عشان كده بقول هنعرف بعض يوم القيامة، لكن لن ينفعنا نسب ولا قرابة، لن ينفعنا إلا العمل الصالح. إذن فلنتأهب من الآن ونتجهز بالعمل الصالح. جعلني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.